يفطر في بيت ابنته زينب زوجة عبد الله بن جعفر الطيار، وكان عليه السلام يفطر ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين وليلة عند عبد الله بن جعفر. فقدمت إليه ابنته أم كلثوم أي زينب، وقدمت له قرصين من شعير وقصعة فيها لبن وجريش ملح، فقال لها: قدمت لأبيك إدامين في طبق واحد، وقد علمت أني متبع ما كان يصنع ابن عمي رسول الله، ما قدم إليه إدامان في طبق واحد حتى قبضه الله إليه مكرما. ارفعي إحداهما فإن من طاب مطعمه ومشربه طال وقوفه بين يدي الله. فرفعت اللبن الحامض بأمر منه، ثم أكل قليلا وحمد الله كثيرا، وأخذ في الصلاة والدعاء إلى أن هودت عيناه فاستيقظ وقال لأولاده: رأيت النبي صلى الله عليه وآله فشكوت إليه ما أنا فيه من التبلد بهذه الأمة، فقال لي: ادع عليهم فإن الله تعالى لا يرد دعاءك. فقلت: اللهم أبدلني بهم خيرا وأبدلهم بي شرا. وكان علي في تلك الليلة يكثر الدخول والخروج وينظر إلى السماء ويقول: والله هي الليلة التي وعدني إياها حبيبي رسول الله. وكان يكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حتى ذهب بعض الليل ثم جلس للتعقيب فهودت عيناه وهو جالس، ثم انتبه مرعوبا فقال لأولاده: إني رأيت رؤيا أهالتني وأريد أن أقصها عليكم. قالوا: وما هي؟ قال: إني رأيت الساعة رسول الله صلى الله عليه وآله في منامي وهو يقول: يا أبا الحسن إنك قادم إلينا عن قريب، يجيء إليك أشقاها فيخفف شيبتك من دم رأسك، وأنا والله مشتاق إليك، وإنك عندنا في العشر الأواخر من شهر رمضان، فهلم إلينا. وبدأوا بالعويل والنحيل فأقسم عليهم بالسكوت، سكتوا. ثم قال: يا بني إذا قرب الآذان فاعلميني. فجعلت أراقب الآذان، فلما لاح الوقت أتيته ومعه إناء فيه ماء فأسبغ الوضوء وقام ولبس ثيابه وفتح الباب، نزل إلى الدار، وكان في الدار عوز أهدي إلى أخوي الحسن والحسين، فلما نزل خرجنا وراءه ورفرفنا وصحن في وجهه، ولم يكن قد صحن في وجهه من قبل. فقال عليه السلام: لا إله إلا الله صوائح تتبعها نوائح، وفي غد يظهر القضاء. فلما وصل إلى الباب وعالجه ليفتحه فانحل حتى سقط، فأخذه وشده وهو يقول: اشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بناديك، كما أضحكك الدهر
كذاك الدهر يبكيك. فتح علي الباب وخرج متوجها إلى المسجد، وكان عدو الله ابن ملجم الخارجي متخفيا في بيوت الخوارج بالكوفة يتحين الفرس لقتل علي، وقد اتفقت معه قطام الخارجية إن هو قتل عليا تتزوجه، لأن ذلك يشفي غليلها ويطفي جمرة غيظها، حيث أن أمير المؤمنين قتل أباها وأخاها في النهروان. فجاء ابن ملجم إلى المسجد ونام مع الناس وسيفه مخفيا تحت إزاره. ولما وصل الإمام إلى المسجد صلى ركعتين ثم صعد المأذنة فأذن ثم نزل وهو يسبح الله ويكثر من الصلاة على النبي وآله. وكان من عادته يتفقد النائمين في المسجد وهو يقول: الصلاة الصلاة يرحمكم الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وصل إلى ابن ملجم وهو نائم على وجهه فقال: قم يا هذا من نومتك، فإنها نومة يمقتها الله وهي نومة الشيطان. ثم اتجه نحو المحراب يصلي، وكان يطيل الركوع والسجود في صلاته. فقام الشقي بن ملجم حتى وقف بإزاء الاسطوانة التي يصلي عندها علي، فأمهله حتى ركع وسجد السجدة الأولى، رفع رأسه منها فتقدم اللعين وأخذ السيف وهزه، ثم ضرب الإمام على رأسه فوقع علي على وجهه يخور بدمه قائلا: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله فزت ورب الكعبة أجلني ابن اليهودية، لا يفوتنكم الرجل. ونادى جبريل: تهدمت والله أركان الهدى، تهدمت والله، تهدمت والله، تهدمت والله أركان الهدى. بالمحراب وين طاح ابو حسين، ودم الراس يدفع ياض على العين. يوم طاح ابو الحسنين مجروح، ثار صياح لاهل العرين. باللوح بادر الناس الى امير المؤمنين، واذا به قد شق راسه الشريف والدماء ملأت المحراب، فجعلوا ينادون: وسيدا واماما يا خواب البنايا من وصل يمك، وانت الموت يرجف له سماء يا عبيس موهوك. شلون السيف خضاب شيبك ودمه، ظلت شيعتك ترضى يا
والدين. آجركم الله فاصطفت أبواب الجامع وضجت الملائكة في السماء وهبت ريح عاصفة سوداء مظلمة ونادى جبريل بين السماء والأرض بصوت يسمعه كل مستيقظ. تهدمت والله أركان الهدى وانطمست والله نجوم السماء وأعلام التقى وانفصمت والله العروة الوثقى. قتل ابن عم المصطفى قتل الوصي المجتبى قتل علي المرتضى قتل سيد الأوصياء قتله أشقى الأشقياء. سمع زينب نعي جبريل لطمت وجهها وصاحت وأبتاه عليا. الله يا ناعي ارجعت قلبي ومرتب يا ريت صوتك لاعلى مري وسمعته كان عودي ما تمم بمحرابه سجدته قالها يا ويلي راح ابوك وهلي العين صاب المراد بسيف وطب الراس نصين من سمعته صاحت يا اخويا حسن وحسين. هي قاموا لبونا تلاحقوا بالماء هي يسجدين الصاب نادت يا مجبلين هل جايبين وياكم مني انا اسمع عضض الوصياح صوبين خوف جت العاد يا طيبين. لما نسمع الحسن وحسين قالها يا زينب زيد لوني صار وابونا انذبح ولا راية يا سن الصيد والله يا عيد لك شرع المسلمين عقبك يا ابويا وجاي يا هنوي. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا أمير المؤمنين وعلى روحك وجسدك. ربي نسألك لصاحب هذه الليلة فرج عنا وعن كل مظلوم. انصر جيشنا ومقاتلي الحشد الشعبي نصرا وفتحا قريبا مؤزرا. المرضى الجرحى اللهم شافيهم بشفائك داويهم بدوائك. من عليهم بالصحة والعافية بعلي كربلاء زين العابدين. ربي ما قرأناه نبعث ثوابهم إلى روح النبي وآله. موتانا موتاكم وخصوصا موتى مؤسسي هذا المجلس والقائمين عليه ومن لم يذكرهم ذاكر من شيعة علي أمير المؤمنين. بلغ اللهم جميع ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآله محمد.